من شط العرب في البصرة. وهذا مشجع سعودي كان أول الواصلين إلى البصرة لمؤازرة فريق بلاده في بطولة الخليج الكروية، تلقفت أيدي البصريين تنافسا على ضيافته في موقف يعبر عن مدى كرم العراقيين واشتياقهم لاحتضان الأشقاء على أرض الفيحاء. طبعا هي تبعث رسائل إيجابية، وأهل البصرة مو غريب عنهم هذا الشيء، يعني هم معروفين بالكرم، وهاي بطولة خليجية يعني ترحب بكافة أبناء الخليج وتحكي الصورة واضحة عن العراقيين وكرمهم. وكذلك هاي بطولة الخليج تمهد حضور كثير من المباريات عن رفع الحظر. شفنا أشياء إيجابية هواي من الشباب، ومثل ما تشوف العوائل البصرية رسالة حب واطمئنان وأمان للزائرين والمنتخبات ومشجعينهم بأن يحضرون، وإن شاء الله تكون بطولة جيدة. بصريون أبدوا انزعاجهم تجاه نية الجماهير الرياضية القادمة إلى البصرة الاستقرار في فنادق المحافظة، معتبرين أن ذلك خرقا لأعراف الضيافة والكرم البصري، فيما أعلنت شخصيات عشائرية ومدنية فتح مضائفهم وبيوتهم لاستقبال المشجعين. شيء أكيد هم الخليجيين إن شاء الله أخواننا، يعني مو بعيد علينا، يعني هم أخواننا وعندنا علاقات تواصل بيناتهم وتربطنا هواي علاقات بيناتهم. فأهلا وسهلا، هذا المكان مكانهم، وإحنا فاتحين قلوبنا وبيوتنا لهم كلها، وأهلا وسهلا بهم كل وقت، يعني كان بالخليج بالبطولة أو كان بغير بطولة أو يجونا هنا أهلا وسهلا بهم. بصرة آمنة إن شاء الله بأهلها وناسها، ونرحب بجميع واحد خليجي يجي البصرة أهلا وسهلا بهم. هذا بلدكم الثاني إن شاء الله، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، بيوتنا وقلوبنا مفتوحة لكم. ويتسابق البصريون في تقديم المبادرات التطوعية للمساهمة في إنجاح البطولة الخليجية التي غابت عن العراق أكثر من 40 عاما. أثير العباد، ديوان نيوز، البصرة.